فوجئنا بكابتن عصام عبد الفتاح في التعيينات الجديدة كرئيس لجنة التحكيم بعد كلاتنبرج. هو احنا بقالنا فترة كان جه مدير حكام، بس الجبلية ما بيعيش لهاش هي رئيس لجنة حكام أجنبي في العالم ما بيعيش لهاش. هو الحقيقة اللي فات ده خد بالكم يا جماعة، الناس يعني بتبص ما يفكر شويه. بيقول لك الناس لازم تفكر شويه يا ابني، ما احنا مشكلتنا ان احنا بنفكر. انت عارف ان احنا لو ما كناش بنفكر كنا هنقعد وعادي. هيقول لك عصام عبد الفتاح، قول له صح مظبوط، احنا قلنا عايزين حكام مصريين فلازم نجيب عصام عبد الفتاح، لكن مثلا هنجيب الكابتن سميروفيتش محمود عثمان ده راجل اجنبي مش معانا، نجيب مثلا ياسر فرانسوا عبد الرؤوف ده راجل فرنساوي، لكن هو كابتن عصام عبد الفتاح هو راجل مصري 100%. وطلعوه مش عارف كذا وطلعوه كذا اخر واحد اوسكار اللي حضرتك. انا ملاحظ حاجه، ان احنا لغايه دلوقتي ما خدناش اجابه من الباشمهندس هاني ابو ريده هو ليه جاب عصام عبد الفتاح. تعال نكمل معاه جايز نوصل لاجابه. حضرتك جايب اكتر واحد عنده مشاكل مع النادي الاهلي. انت شايف السؤال واضح جدا ازاي؟ اتمنى ان انا اسمع اجابه واضحه. الفتره دي كنتش موجوده فيها. انا كان ايوه ايه الاجابه دي؟ ركز معايا اقسم بالله انا على تكه. انا ده خلاص بتقول له انت جايب رئيس لجنة حكام على خلاف واضح مع النادي الاهلي. انا ما كنتش موجود ساعتها. ساعتها يا ابني انت اللي جايب عصام عبد الفتاح دلوقتي، هي بتقول لك انت جايبه دلوقتي ليه. نسمع باقي الاجابة جايز هيوصل لحاجة نقدر نفهمها. انت كده بتستفز النادي الاهلي وجماهيره بشكل كبير. استحالة الكلام ده غير مقصود. انا بتكلم على اللي اقدر انا استفاد منه، وده انا الاتحاد الكورة مفيش غيره يا فندم، مع احترامي على فكرة لكل الناس اللي بتكلم عليهم. بالعكس في ناس كويسة جدا. لغايه دلوقتي مفيش اجابه. بتقول له مفيش غير عصام عبد الفتاح، قال لها لا بالعكس في ناس كتير. طب ما جبتش ليه ولا واحد من الناس الكتير؟ فين الاجابه؟ هو عصام كان فين الفتره دي؟ ليه مفيش حد قال ان عصام ادار الحكام في الامارات؟ يا ابني ايه علاقه اللي انت بتقوله بام السؤال؟ بتقول لك في خلاف بين الاهلي وعصام، ليه جبت عصام؟ ايه علاقه ان هو راح الامارات؟ يعني احنا مش بنتكلم عن رحلات عصام عبد الفتاح في الخليج العربي، انا بكلمك على واحد على خلاف مع النادي الاهلي، انت رايح تجيبه رئيس لجنه حكام. وتاني فين الاجابه؟ عصام عنده علاقات من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ولها ثقه. برضو عمال بيلف حوالين الاجابه. عنده علاقات مع الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد الدولي، راح مسك رئيس لجنه حكام في بلوتو. فين الاجابه؟ ليه جايب واحد على خلاف مع النادي الاهلي؟ الاتحاد الدولي ولها ثقه كبيره، هو حاليا في غانا بيحاضر هناك. لففك العالم، غانا والامارات والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، الاجابه فين؟ ما جاوبش. ولما ما يجاوبش على السؤال اعرف ان عصام عبد الفتاح جاي عندا في الاهلي وجماهير الاهلي، وعلى الجانب الاخر ده برضو راجل صديق لازم نخدمه.